السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا حبايبنا في الله، يا رب تكونوا بخير وسعادة. آه، مع بعد خروج المنتخب من كأس العالم والخروج أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، ولكن احنا طبعا حبينا يعني نمسك في حاجة حصلت، اللي هو الخطأ اللي كان موجود من التحكيم، دون يعني تقييم فني يعني شامل للموضوع. يعني في خطأ تحكيمي، ممكن يكون خطأ مؤثر، تمام، ولكن التدخلات اللي عملها مدرب منتخب الارجنتين، وان ركز على جبهة كريم حافظ، واللعب على عرضيات، التلات اجوان تقريبا من نفس الجبهة، رفع من نفس الجبهة دي. تعامل المدافعين حاجة عبيطة يعني الصراحة. ولكن برضو ايه، يعني احنا مسكنا برضو في الحكم. يعني هل الكابتن حسام حسن يعني عمل شيء يوازي ده، ولا ما عملش شيء؟ ولا ان هو لما نزل لاعب مارتينيز، لاعب ده متحرك، هو مهاجم مهاجم مش قليل، يعني مهاجم كبير، كان لعب لانتر ميلان سنوات طويله. كابتن حسام عمل ايه بقى؟ احنا الجبهه دي بدات تضعف يا اخوانا من حاجتين. اولا لما احنا بدانا امام عاشور الصب، وكمان مصطفى زيكو لما اتصاب، الجبهه دي بدات تضعف. ليه؟ لان امام عاشور كان بيدافع بيروح ناحيه كريم حافظ، ومصطفى زيكو كان بيتحرك بعرض الملعب، رايح جاي بعرض الملعب من ناحيه اليمين لناحيه الشمال، فطبعا كان جزء منه كان بيساهم في الدفاع. فاحنا نزلنا تريزيجيه مكان مكان مين؟ مكان امام، مكان امام مثلا. نزلنا تريزيجيه. تريزيجيه مش نفس بقوه الدفاع بتاعه امام او حتى مصطفى زيكو. يعني مصطفى زيكو بيدافع كويس، بيرخم، يعني يعرف يدخم، يعرف يوصل اللعيب كده ويقرب عليه ويضيق عليه. مع احترامي لتريزيجيه، يعني بيحلق، يعني هو بيحلق، ما بيقربش على اللعيب عشان يمنعه ان يرفع. كريم حافظ طبعا حدث يعني ولا حرج يعني. كريم حافظ ما بيعرفش يعني يدافع، وكمان غير انه قصير، يعني غير انه قصير ما بيعرفش يدافع، ما بيعرفش يطلع لقدام. كان بيعمل الحركه دي، ان يطلع المدافع ويضيق عليه عشان ما يقفل عليه حتى زاويه ان يرفع او يشوط او يفكر. كان رامي ربيعه. رامي ربيعه يعني هو كمساك مش قد كده، يعني هو ما ينفعش يحطه كمساك. ان هو يعني الجون الاولاني لو خدت بالكم، الواد لعب الكره هو واقف على الارض، يعني ما نطش بجماعه وطار حب زي الجون التالت. لا لا لا، راجل وهو واقف على الارض، واقف على الارض، عمل كده بدماغه، كرة جت في ايد مصطفى دخلت. يعني برضه ايه، برضه من الحاجات الغريبه ان مصطفى شال كور كتير جدا، وكور الاصعب من دي ما اعرفش دخل في ايده، جاب في ايده ودخلت يعني. الجون الثالث نفس الفكره، كرة عرضيه مرفوعه من اقصى، من عند الجبل اليمين بتاعت منتخب الارجنتين الناحيه الثانيه، اخر الدنيا في الناحيه الشمال، لعيب لعبها بدماغه، اتردت، رجعت في وسط الزحمه، هوب الواد شاطها، جاب في ايد مصطفى، هوب، ودخلت الجون تاني تعادل. والمشكله كمان ان احنا عندنا لعيبه بتلعب لنفسها كمان. يعني انا مستغرب محمد صلاح. يعني الناس بتتكلم عن محمد صلاح يا اخوانا، جات له كوره اللي جابها مصطفى دي الكوره الثانيه مش اللي اتلغت. محمد صلاح ماشي بالكوره مش عايز يدي هيثم حسن، اللي في الاخر اللعيب بتاع الارجنتين اداله ضربه كده، خلى الكره تخبط في رجله وتروح لهيثم حسن. يعني محمد صلاح ما لعبهاش لهيثم حسن، ده هو لعيب منتخب الارجنتين، ضربه ضربه كده خلى رجله تخبط، الكره راحت لمين؟ لهيثم حسن. هيثم حسن ده ربنا يبارك له يا رب. واضح ان يعني حد دعي له جامد، ربنا بيحبه. اللاعب جات عليه ضربه جزاء، مصطفى صدها، اللاعب جاب جون واتلغى، ربنا عوضه وخلاه يجيب جون تاني. اللاعب ده الصراحه يعني لعب ماتش، ما لعبش اول ماتشين، لعب الماتش الثالث امام استراليا، ولعب الماتش اللي هو الاخير ده اللي هو الارجنتين. صراحه اللعيب ده عمل يعني هو افضل لاعب في منتخب مصر. يعني انا
صراحة اللعيب ده انا شايفه مستقبل كبير جدا ان شاء الله. المهم يعني بعد ما الارجنتين جابت التعادل، طبعا المدرب منتخب مصر كابتن حسام مع احترامي ليه، يعني انت شايف اللعيب، هم الارجنتين غيرت الاستراتيجيه بتاعتها، لعب على الارض ما ينفعش، خلاص تلعب بقى عرضيات. طب انت شايف الاستراتيجيه بتاعتهم اتغيرت، وفجاه بيلعبوا على كريم حافظ، ان الجبهه دي ضعفت، قلنا بخروج امام وبخروج مصطفى زيكو وضعف تريزيجيه في الدفاع. طبعا الجبهه دي كشفت. طب قلب الملعب، ما عندنا احنا للاسف شديد طول عمرنا منتخب مصر، يعني مش من دلوقتي، من زمان الكرات العرضيه دي مشكله يعني. منتخب ايران اللي واخد بال حد، منتخب ايران لعب اللعبه دي في الماتش ونجح وجاب الجون المكسب. طبعا لولا موضوع ستر ربنا جت اوف سايد، ولكن احنا عندنا مشكله. كابتن حسام بقى فضل يتفرج زينا زيه كده لحد ما الجون التالت جه. اولا محمد صلاح كان واضح ان هو واقع بدنيا، ما كانش قادر يجري في الملعب، كان كل واحد يبص على جريته. كنت ممكن تنزل حمزه عبد الكريم ويجري انا عايزه يجري ويخبط، بس يجري ويخبط ويروح يدافع ويلعب بدماغه. وكنت ممكن تنزل حسام عبد المجيد ينزل يدعم رامي ربيعه ويدعم ياسر ابراهيم، وهو طوله كويس يقدر يطلع كوره العرضيه اللي عماله تلعب دي. لكن للاسف شديد ما حصلش ده، وقعدنا نمسك في الغلطه بتاعت الحكم. انا عايز اقول بس مارادونا جاب جون بايده في انجلترا، في المملكه المتحده، جاب جون بايديه في انجلترا. كان حكم اعتقد كان تونسي ساعتها، يعني عادي وكملوا الدنيا ولعبوا. احنا بس مسكنا في الدنيا وفساد ومش عارف فساد يا سيدي. وفي الا ضرب الجزاء الكوره بتاعت محمد صلاح دي، ضرب من غير كوره. هما الناس بتقولوا ان الكوره وراه ومش زي دي، ماشي، بس في ضرب من غير كوره، ده القلع يعني، دي ضرب الجزاء. امام عاشور واخد بوكس في وشه عادي، وانا ما اعرفش ليه لعيبه مصر ما بتجريش على الحكم وتعمل هليله كده. شوف لعيبه الارجنتين بتيجي على الحكم، ازاي ده في واحد، ده في اتنين، ده انتوا لعيبه يعني سوري في اللفظ يعني باردين. يعني واحد بيديك بوكس في وشك ساكت، ما تيجي تنطط للحكم، اقعد لفله في الارض 100 لفه. كابتن حسام فضل طبعا يتفرج زينا زيه لحد ما الارجنتين جابت الجون الثالث، وانا كنت متاكد ان الارجنتين هتجيب الجون الثالث، لان كان واضح جدا ان مفيش تدخلات المدرب عملها. المدرب محمد صلاح كمان عدم، في لعيبه محمد صلاح كمان عنده حته عدم مسؤوليه، رغم ان الكوره فيها وعليها كوره اللي هي قطعت منه وترد الجون دي، لكن هو يعني كان المفروض يحافظ على الكوره، ما تفقدش الكوره، ان هم صراع وانت فرقتك بدات تقع بدنيا، تخلي الكوره تقطع منك. ويعني صراحه الجون التالت ده جون مسخره يعني، صراحه يعني كوره مرفوعه واللعيب بينط كده. يعني انا مش عايز اقول ايه، يعني انا مش عايز اضمر كل حاجه للناس، ولكن لازم نقف في الحقيقه عشان نصلح وعشان نتقدم. احنا بالطريقه دي مش هنتقدم، عايزين نتقدم لازم نعرف احنا ايه. اولا كابتن حسام حسن كان بايده يتعامل افضل من كده مع اللعيبه اللي نزلها مدرب منتخب الارجنتين، وهو غير الاستراتيجيه بتاعته من اللعب على الارض للكرات العرضيه. كريم حافظ ما بيعرفش يدافع، طب دعمته مين؟ تريزيجيه يا باشا ما بيعرفش يدافع، حتى طريقه دفاعه غلط، ما بيعرفش يضغط يقف قدام اللعيب. كريم حافظ قلنا ده ضعيف دفاعيا، كان ممكن يحل المشكله دي، كان ممكن يحط يعني كان في كذا حلول. انا كنت شايف حسام عبد المجيد ده كان حل كويس، تحطه ورا مع رامي او تخلي رامي، يعني انا كان نفسي تحط حسام عبد المجيد مع ياسر ابراهيم، ويخلي رامي هو اللي يلعب الجبهه دي، ويطلع كريم حافظ ويخلي رامي يلعب الجبهه دي، ويحط لعيب نص ملعب ثالث. كان عندك يعني حمدي فتحي كان ممكن يقف في الحته دي، يقف هو ومين تاني ورامي، تقفل مع رامي عنده حته ان يطلع ويجري على اللعيب ويضيق عليه. لكن للاسف شديد احنا خسرنا الماتش، في غلطه تحكيميه، ولكن انا شايف الموضوع فني بحث، انك انت فضلت تستنى وفضلت تتفرج على الفرقه وهي عماله تقع واحد ورا الثاني، وفي الاخر بنتكلم المؤامره ايه يا باشا؟ طب ماشي، حتى لو هي مؤامره، انت جبت جونين، كان فين المؤامره ساعتها؟ المؤامره حصلت لما انت بدات وقعت بدنيا، اللعيبه اللي اتصابت دي ما كانش في بديل ليها. انا الصراحه بحيي اللاعب مصطفى زيكو، وادى البطوله دي بطوله يعني بطوله جميله جدا مع اول مشاركه ليه.
كاس العالم وجاب جوان ما شاء الله، اللي هو اللعيب ده محظوظ حلو، هو يعني حظه حلو قوي على الجون. هيثم حسن انا الصراحه يعني مبسوط باللعيب ده. اللعيبه اللي ما عجبتنيش في البطوله دي يعني مهند لاشين صراحه، يعني انا مش عارف، يعني انا كان نفسي ادي. هو عنده غلطات قاتله، وهو عنده حاجه كده، يعني مش عيب انك تقول انك تعبت. يعني اللعيب لما يقول انا تعبت مش عيب، اطلع. مش لازم المدرب هو اللي يغيرك، انت تعبت ادي فرصه ان يعني المجهود البدني هيقل عندك، فينزل لعيب تاني يجري يدافع يساعد زمايله. عمر مرموش صراحه الكرة اللي جات له دي كان ممكن يطلع اللعيب بتاعه انفراد، لكن فضل انه يقعد يمشي لحد ما اتقطعت. صراحة عمر مرموش البطولة دي أنا من أقل يعني خلينا ماتش الأرجنتين عشان برضه ناخد كل حاجة على يعني كل حاجة في محلها. يعني هو ماتش الأرجنتين كان صفر خالص. محمد صلاح أنا الصراحة يعني أنا الكرة الأخيرة دي أنا كنت عارف إن لو اتقطعت كانت هتخش جول. أنا كنت متأكد لو اتقطعت منه كانت هترد جول، وقد كان. وما عندوش حته الحميه كده، حتى ما حاولش يجري، لا عم يرفع، لسه هترفع ايدك يا باشا. طب كل سنه وانت طيب. اما حته ان اللعيبه تتكرم عشان يعني انا عايز اقول حاجه. غينيا بيساو او يسموه ايه، كاب فيردي، الراس الاخضر، عملوا ماتش رائع، عملوا بطوله رائعه، اول مشاركه ليهم. صراحه بدعوا مع اول مشاركه ليهم بصراحه، والفرقه دي فرقه محترمه، رغم ان هم برضه عندهم حته ان هم مجمعين لاعبين من اوروبا وبتاع، لكن عملوا شغل كويس. انا اتمنى ان احنا نكون صراحة مع نفسينا ونشوف احنا عيوبنا فين. احنا عيوبنا وكابتن حسام حسن لازم يبقى صريح مع نفسه. انت يا باشا فضلت واقف تتفرج على الثلاث اجوان، فين تدخلاتك؟ انما مدرب منتخب الارجنتين نزل مارتينيز، ونزل اللعيب التاني اللي نزل معاه ده اسمه ايه ده، نزله، قلبوا الماتش. طبعا ميسي، طول ما ميسي في الملعب يا باشا الارجنتين دي لا تأمنها. يعني ميسي لعيب تقله ذهب، لعيب جوكر، يقدر يغير كل حاجه، يقدر يجري، لعيب بيوزع مجهوده في الملعب. طبعا انت شفت البكاء اللي كان فيه، ان هو مش مصدق ان كسب، مش مصدق. ميسي مش مصدق ان الماتش ده كسبوه بغلطة مننا رقم واحد، بغلطة مننا احنا رقم واحد. احنا فضلنا مستنيين اللي احنا يخش فيها الثلاث اجوان. وطبعا في خطأ تحكيمي لازم نعترف ان